السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالجميع في قناة شيوات سهلة ومختلفة. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وتكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم وبحول الله غادي نحضر معكم هذه الحرشة السائلة اللي غير بجوج كيسان السميدة بلا حليب ولا زبدة ولا بيض. كتبقى حرشة اللي سهلة واقتصادية وسريعة، كتوجدوها دغيا وممكن توجدوها للفطور أو للكوتي، وإلا جربتوها أنا مأكدة غادي تولي معتمدة عندكم وغادي تستغناو نهائيا على الطريقة القديمة في تحضير الحرشة. بالاخص الناس المبتدئات غادي تجيكم هاد الطريقه سهله، ما غادي تبقاو لا تقلبوها ولا تقابلوها كل شويه تدوروها لجهه. كديروا كل شيء في خطره وحده وكتخشيوها في الفران وها هي واجده. وبكل صراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه وهشيشه وحسن من ديال الزنقه. وبالاخص ان الطريقه ديالها سهله ومضمونه وحتى المكونات بساطين بزاف. فما نطولش عليكم، دوزو مباشره لستعرض المقادير مع طريقه التحضير. بسم الله. كنحتاج جوج كيسان ديال السميده الرقيقه اللي خاصه بالحرشه، ومن الافضل تكون نوعيه جيده. عندي نص كاس ديال الزيت النباتي، زيت المائده، كاس ونص ديال الماء. بالنسبه للماء راه ماء عادي، يعني ماء الصنبور ما كندفيوهش. وعندي هنا واحد الكيس ديال خميره الحلويات، معلقه صغيره ديال سكر سنيده، والملح كيبقى على حسب الذوق. وعندي كذلك نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه اللي يمكن لكم تعوضوها بالخميره المعجونه. صافي هادشي اللي كنحتاجو. ندوزو دابا لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي نشعل على الفران، وغادي ناخذ المقله اللي غادي نخدم بها، غادي ندهنها بالزبده وغادي نرشها بالسميده. كناخذ غير واحد قدر جوج كيسان، عفوا جوج معالق كبار ديال السميده هما اللي يعني كنرش بهم المقله. وبالنسبه للقطر ديال المقله 24 سنتيم. كتاخذوا مقله اللي من الافضل يكون القياس ديالها هكا باش تجيكم الحرشه هي هذيك، ما تجيكمش غليظه وما تجيكمش رقيقه. بالنسبه دابا اللي غادي نحتاجوا للحرشه والطريقه ديالها، كناخذوا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه اللي خاصه بالحرشه، كنزيد معلقه صغيره ديال سكر سنيده. الملح كيبقى على حسب الذوق، انا درت هنايا واحد قياس نص معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نزيد نص معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او اللي كتعوضوها بالخميره المعجونه. المهم ما كتكثروش الخميره، غير واحد نص معلقه صغيره. كيس ديال خميره الحلويات اللي كيوزن 8 غرام. وبالنسبه للاخوات اللي كياخذوا هاد الخميره ديال العبار، ديروا معلقه صغيره. صافي هنايا كنضيف في الاول غير النواشف، غادي نخلطهم مع بعضياتهم مزيان. انا راه كتبقى هاد الحرشه ساهله، راه دغيا كتوجد، والطريقه ديالها زوينه، ما كنحتاجوش اننا نبقاو واقفين مقابلينها. صافي كناخذ هذاك نص كاس ديال الزيت هو اللي غادي نبسبس به ديك السميده. كندخل الزيت في السميده مزيان. في هذه المرحله كنخدموا برؤوس الاصابع، وكنحاول ما امكن انني ندخل ديك الزيت في السميده باش الحرشه من بعد كتجيني مرمله وما كتبقاش معجنه. صافي ملي كندخل ديك نص كاس مزيان في السميده، غادي ندوزو دابا باش غادي نجمعوها. انتما كيف ما شفتوا منين كترمل لكم مزيان صافي كتحبسوا. غادي نجمعها غير بالماء، الماء عادي ماء الصنبور. كندير كاس الاول كامل، وبالنسبه للنص كاس الثاني غادي نبقى نديرو بالتدريج حتى نوصل للقياس اللي انا بغيت. انا صراحه الله هنايا يعني مولفه كندير فيها كاس ونص ديال الماء. هنايا بنت لي هاد السميده انها صافي ما غاديش تحتاج الماء، ولكن على ما جيت نخويها في المقله بنت لي انها شدات راسها. نتوما ضبطوا المقادير، خليو كاس ونص، راكم عارفين السميده دغيا كتشرب، ديروا كاس ونص ديال الماء. صافي هنايا مباشره غادي ندوز باش غادي نخويها في المقله. نعاود لكم بالنسبه للقطر ديال المقله 24 سنتيم. حاولوا ما امكن تاخذوا هذا القياس هذا اولا كاع جهد 26 سنتيم باش تجيكم الحرشه هي هذيك، ما تجيكمش غليظه وفي نفس الوقت ما رقيقاش بزاف، كتجي بحال يعني الشكل ديال الحرشه الزنقه تماما. صافي كنفرغ الحرشه ديالي في ديك المقله وكنقاد ليها الجوانب ديالها والوجه ديالها مزيان.
وغادي ندخلها للفران اللي ضروري يكون مسخن مزيان من قبل. اول خطوه كنبداو بها هي اننا كنشعلو على الفران. راكم شفتوا الطريقه دغيا كتوجد ديك الحرشه. على ما كنوجد الحرشه كيكون الفران ديالي سخون. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالها كتدخلوها الفران كما قلت لكم كيكون سخون. كديروا النار من الافضل تكون متوسطه باش هكا الحرشه ديالكم كطيب يعني من الداخل ومن برا. الا نقصتوا النار غادي تجيكم الحرشه ناشفه وغادي تبقى تفرتت لكم دغيا. والا خليتوا النار عاليه راه دغيا غادي تحمري من برا ومن الداخل غادي تبقى معجنه. كنديروا النار متوسطه. وبالنسبه للوقت ما بين 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه. اللي عندها الفران كيشعل من جوج جهات طيبها يعني تشعل عليها من جوج جهات باش هكا دغيا كطيب جهه 15 دقيقه 20 دقيقه كتكون واجده. واللي عندها الفران عادي كطيبها من الفوق يعني من التحت ديالها حتى كتبان لكم طابت عاد كتهبطوها تحمر من الوجه ديالها. كتاخذ لكم تقريبا ما بين 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. غير انا كنفضل انكم طيبوها غير من جهه واحده عاد تهبطوها للجهه الاخرى باش هكا كتضمنوا ان الحرشه ديالكم طابت على خاطرها ومزيان. انتم كيف ما كتشوفوا ما شاء الله راه كيجي فيها اللون موحد من الفوق ومن التحت كتحمر من يعني من جوج وجهات ديالها مزيان. وهذا هو السمك ديالها. راه ما كتجيش غليظه وما كتجيش رقيقه عاوتاني. راه السمك ديالها بحال ديال الزنقه تماما. انا هنايا غادي نقطعها معكم. نتوما كيف ما كتشوفوا راه ما شاء الله كتجي فتيه وهشيشه هشيشه بزاف. صراحه كتجي حرشه اللي غزاله. هانتوما هذا هو السمك ديالها ما شاء الله كتجي محمره وفيها واحد التقرميشه من برا ومن الداخل كتجي فتيه ورطبه. راه كلشي موضح لكم في الفيديو. كتستحق التجربه. وانا اللي عجبني في هذه الحرشه ديال الفران اننا ما كنبقاوش واقفين عليها وكنقبلوها وكل شويه كنقلبوها وندوروا من جهه لجهه. كديريها في الفران وكتخلي لها الوقت ما بين 20 دقيقه 25 دقيقه. المهم كل وحده على حسب الفران ديالها. وها الحريشه ديالك واجده. غير بما وجدتي الفطور ديالك او لا الغودي المسائل الاخرين كتكون الحرشه كطيب وكتحطي كلشي في دقه واحده. كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه. وكنتمنى كذلك ما تبخلوش عليا بلايك وبشي تعليق زوين وتشاركوا الوصفه والطريقه مع الاهل والاصدقاء باش حتى هما يستافدوا. ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في راسكم وشكرا بزاف على المشاهده ودمتم لنا اوفياء. مع السلامه في رعايه الله.